الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. هنبدأ بالأطفال. ايه ابرز الوسائل الحديثه في التعامل مع الجنف الطفل؟ تمام. احنا دلوقتي عندنا اعوجاج في العمود الفقري، احنا محتاجين نخلي العمود الفقري ده مستقيم، في نفس الوقت ما نقدرش نثبته لسه بينمو، واحنا محتاجين ان الطفل ده ينمو مع الوقت. فاحنا الهدف من العلاج ان احنا نحافظ على الاعوجاج، ان احنا عمود الفقري ده من غير ما ينعوج زياده، وفي نفس الوقت نحافظ على الطول بتاع الطفل ينمو طبيعي، ونحافظ على الوظيفه بتاعت الرئه. فانا محتاج فنيجي بقى للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، اللي احنا بنستخدم حاجه اسمها جروينج رود، او العواميد التي تسمح بتمدد العمود الفقري، قضبان النمو. بالظبط كده. ودي بالظبط كده زي ما حضرتك قلت قضبان، انا بحط زي قضبان عامله زي السكه الحديد كده، بحيث ان ده الحته اللي العمود الفقري مسموح له ينمو فيها، فبدل ما ينمو باعوجاج ينمو من غير اعوجاج على مدار السنين ده. وزي ما الصوره زي حضرتك، ده ولد كان عنده 6 سنين كان عنده اعوجاج، وده بنعمل له العمليه دي بحاجه اسمها تقنيه التدخل المحدود، اللي هو بنفتح فتحه صغيره على على العمود الفقري من تحت، فتحه صغيره على العمود الفقري من فوق، وبنحط القضبان دي تبقى فوق العمود الفقري على طول، وبتسمح بايه ان العمود الفقري ينمو. تمام. ودي اللي احنا كنا بنستخدمها على طول لحد سنتين اللي فاتوا بس. ودي ميزتها ان هي بتظبط العمود الفقري، بتمنع ان الرئه تبوظ، لكن عيبها ان الطفل بيحتاج يعمل عمليه اطاله مره تقريبا كل سنه او كل 6 شهور. ان احنا بنخش عند المفصله اللي هي باينه السوداء الصغيره دي، بنفتح عليها فرح حوالي 2 سم تحت، يعني بنج عام مده نص ساعه، ونعمل اطاله للعمود الفقري، بحيث ان الولد يطول، احنا نطوله معانا ونحافظ على العمود الفقري مستقيم لغايه ما يوصل لسن البلوغ، وبعد كده يبقاش محتاج الاطاله دي. وده اللي احنا كنا بنعمله، كنا جايبين بيها نتائج كويسه لغايه الحمد لله ما تم استحداث يعني تكنيك جديد عمله دكتور اسمه الدكتور علاء عزمي، ده من فلسطين يعني، عمل طريقه تسمح بتمدد العواميد من غير ما نحتاج نعمل لها عمليه، او اسمها الاي بي سي ايبيكال كنترول. ودي الصور اللي بعد كده هتبين حاله زيها. ودي برضو بنعملها بتقنيه التدخل المحدود، بحيث ان احنا بنحط المسامير فوق وتحت، وبنفس الوقت بنحط مسامير عند اقصى حته فيها اعوجاج اللي هي الابيكس. الولد ده كان عنده نيوروفايبروماتوزس وعنده ايرلي اونست سكوليوزس، زي ما حضرتك شايف الفرق بين قبل وبعد فرق جبار، يعني لان هو الاعوجاج بتاعه كان واصل قرب 90 درجه. فده برضو فتحات صغيره كده. وبعد كده لما بنحط العواميد بطريقه تسمح بالنمو، احنا ما بنطولش العيان، لكن احنا بنستفيد بالنمو الطبيعي اللي بيحصل في الفقرات، بنوجهه في اتجاه النمو الطبيعي. يعني بدل ما هو كان هينمو في اتجاه غير طبيعي، لا هنسيبه ينمو في اتجاه طبيعي، بحيث ان الولد نحافظ على النمو بتاعه من غير ما الاعوجاج يزيد. ودي الحمد لله جايبه نتائج كويسه قوي. ودي بقى يعني دي احدث حاجه بنعملها دلوقتي، هي والجروينج رود. دلوقتي اصبح من غير تكرار فتح لتطويل الطفل، هي نفسها بتطول القضبان لوحدها بتقدر زي بتتزحلق على بعضها، بتتزحلق على بعضها، بتتحرك كل ما هو يطول هي بتتحرك معاه، بالظبط كده، ما تبقاش عائق يعني. بالظبط كده. لكن هي ما بيحصلهاش كولابس، لا، ما هي محطوطه بطريقه بحيث ان هي تطلع لفوق بس، تطلع لفوق بس. حلو قوي دي. ده اختراع ذكي وبسيط ورائع في نفس الوقت.